قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة ديال الفقرات باش ديما يوصلكم الجديد ديال الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. تساقطات المطرية الأخيرة تنعش آمال الفلاحين المغاربة، حيث عادت تساقطات المطرية التي عرفتها جميع المناطق بالمغرب الأمل في نفوس الفلاحين، بحيث استبشروا خيرا. ويترقب الفلاحين انفراجا بالأسابيع المقبلة بتوقعات استمرار هطول الأمطار بنسب متفاوتة بعدة مناطق من المملكة بحول الله، إذ يتوقع أن تكون هذه النسب متفاوتة لكن ستبقى جيدة بحول الله وقوته، مما من شأنه أن يخفف من معاناة الفلاحين مع البحث عن الكلأ لمواشيهم في ظل ارتفاع أسعار العلف. وعبر عدد من الفلاحين والمزارعين بإقليم الحوز عن تفاؤلهم بشأن هذه الأمطار التي كان ولله الحمد لها آثار إيجابية على مختلف الزراعات من الحبوب والخضروات والقطاني، حيث شرع أغلب المزارعين في عملية الحرث والزرع. وأضاف أحد الفلاحين أن التساقطات الأخيرة بعثت الأمل في نفوس الفلاحين، خاصة الفلاحين الصغار، تناسب مع هذه الفترة الصعبة من العام الزراعي، والتي تمس بالذات الفلاحين الصغار وفلاحي الأراضي البورية، حيث أن هذه الأمطار جاءت في وقتها ولله الحمد. هذا والله أدرى وأعلم. نسأل الله الثبات وأن يكون الواقع أفضل من التوقعات، والله يحفظنا من خطر الجفاف. وإلى جديد آخر، أستودعكم الله.